السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير على حضراتكم جميعا، وتحية طيبة لكل مشاهدين ومتابعين زواج أونلاين، ويا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. وبنقدم ليكم عرض زواج من عروضنا للزواج الشرعي، فعلى كل الجادين الراغبين في طلب الزواج على كتاب الله وسنة رسوله التواصل معنا. وبنأكد لحضراتكم إن طرق التواصل معنا هي هنا على اليوتيوب أو على الإيميل الخاص بالقناة على الفيسبوك، وهتلاقي الرابط بتاع الإيميل موجود في الوصف بتاع القناة. وفي الحالتين إذا كنت بتتواصل معايا على اليوتيوب أو على الإيميل الخاص بالقناة هيتم الرد على حضرتك أو على استفسارك في أسرع وقت ممكن. وبأكد لحضراتكم إن إحنا بنقدم هذه الخدمة مجانا لوجه الله فقط وبدون أي مقابل مادي. لا نتقاضى أي مبالغ مالية مقابل الخدمة، فربنا يجعلنا سبب بإذن الله اللي إحنا نقدر نوفق راسين في الحلال ونكون عند حسن ظن الجميع. وبحب أشكر كل الناس اللي بتتواصل معانا وبتتفاعل معانا على فيديوهاتنا، وبقول لهم إحنا مستمرين بيكم وبدعمكم، ويا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم بإذن الله. وبأكد على حضراتكم فضلا وليس أمرا، يا ريت إن انتوا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين، علشان نقدر نساعد كل الناس الجادة في إيجاد شريكة العمر أو شريك العمر المناسب ليهم. وفي نفس الوقت نحس بدعمكم علشان نقدر نستمر أيضا في نشر المزيد والمزيد من عروضنا. وبقول لحضرتك لو أنت بتشوفني لأول مرة أو حضرتك بتشوفيني لأول مرة ومهتمين بالنوع ده من الفيديوهات وعروض الزواج، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد من عروضنا اللي احنا بنعرضها باستمرار. وعلشان ما اطولش على حضراتكم نبدأ عرض النهارده ونخش في التفاصيل. معانا اليوم عرض زواج لمدام أرملة بترغب في الزواج من شخص محترم يتقي ربنا فيها ويصونها ويحافظ عليها وياخد بحسها ويكون ونس ليها. ما عندهاش غير بنت واحدة بتقيم معاها في المرحلة الدراسة المرحلة الجامعية. كود العروسة هو 380. زي ما احنا قلنا لمدام أرملة، مؤهل متوسط، لا تعمل وتقيم في منزلها أو شقتها الخاصة هي وبنتها زي ما احنا قلنا. مكان إقامتها مصرية، تقيم في محافظة الوادي الجديد. السن 47 سنة. وفي ملحوظة هامة جدا، لا تقبل التعدد نهائيا لظروف خاصة بها، يعني يا ريت اللي تواصل معانا بخصوص العرض ده ما يكونش بيدور على زوجة تانية. وقبل ما نقول مواصفات الزوج اللي بترغب بالارتباط به، يا ريت حضراتكم تشاهدوا العرض من البداية للنهاية عشان تكون عارف جميع التفاصيل الخاصة بالعرض، علشان العرض لو مناسب لحضرتك وانت فيك المواصفات المطلوبة من قبل صاحبة الإعلان، تتواصل معنا برسالة فيها بياناتك الشخصية، البيانات زي مكان الإقامة وحالتك الاجتماعية ومؤهلك الدراسي وعمل حضرتك، علشان نقدر نعرف بياناتك على صاحبة الإعلان اللي انت بترغب بالارتباط بها ويكون نقدر نهتم بالطلب. وبحب اقول للناس اللي بتتواصل معانا وبتكتب رساله فيها بياناتها ورقم تليفون، يا ريت بعد اذن حضرتك بلاش تكتب رقم موبايلك بطريقه الارقام، اكتب رقم موبايلك بطريقه الحروف. وانا قلت لحضراتكم قبل كده ازاي، بس انا بقول للناس المشتركين الجدد معانا على القناه عشان انا بلاحظ ان في ناس بتبعت رساله فيها بيانات ورقم موبايل ليه بطريقه الارقام، ومع عبال باجي اتك على الرساله عشان ارد على حضرتك بلاقي الرسالات مسحت. وباكد لحضراتكم ان ده مش مننا، ده من اليوتيوب ذات نفسه، لان اليوتيوب مانع التواصل على ارقام موبايلات، لان زي ما انا قلت قبل كده ان هو بيعتبرها دعايه لشركات الموبايل. فلو انت حابب تكتب رقم موبايلك اكتبه بطريقه الحروف بلاش طريقه الارقام، وانا قلت للناس ازاي قبل كده، ولو رجعت حضرتك الفيديوهات هتلاقي انا شرح للناس ازاي. وعلشان ما اطولش عليكم نرجع نكمل باقي تفاصيل العرض ونقول مواصفات الزوج. يكون راجل محترم وعلى خلق، ملتزم ومصلي، يتقي ربنا فيها ويصونها ويحافظ عليها. يكون قريب جدا منها في السن، في اوائل الخمسينات او منتصف الخمسينات، مش اكبر من كده او اصغر من كده. يكون لديه دخل ثابت او عمل ثابت او موظف، ويكون قادر ان هو يوفر ليها سكن خاص بها، لانها هي زي ما احنا قلنا بتقيم في شقة في منزل العائلة، ودي شقة بنتها، فمش هينفع ان هي تقيم في نفس البيت. فبإذن الله اللي يتقدم لها يكون قادر ان هو يوفر لها عيشة كريمة، وفي نفس الوقت يكون هو قادر يوفر لها سكن خاص بها. ومن اهم شروطها وللجديه في طلب الزواج منها ان هو يكون من داخل المحافظه اللي هي بتقيم فيها، لانها لا ترغب في الاقامه خارج بلدها، لان هي لازم تكون قريبه من بنتها وتراعيها. فربنا يقدم لها كل الخير ويرزقها بالشخص المناسب ليها. طريقة التواصل معها هي شخصيا، فعلى من يجب بياناتها مناسبة ليه وهو في المواصفات المطلوبة من قبلها، يا ريت يتواصل معنا برسالة فيها بياناته الشخصية. زي ما احنا قلنا البيانات زي مكان الإقامة وحالتك الاجتماعية وعمل حضرتك وحالتك الاجتماعية. ولو حابب انت تسيب رقم موبايل ليك زي ما احنا قلنا الطريقة اللي انت هتكتب بها رقم الموبايل عشان الرسالة توصل. وبكده العرض ده بيكون خلص، لكن عروضنا لسه ما خلصتش، فتابعونا باستمرار. ومع زواج اونلاين هتلاقي الاحسن والافضل ليك معانا ان شاء الله. وفي النهاية تحياتي لحضراتكم، ودمتم في امان الله جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم في امان الله.